السلام عليكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه. والنهارده بقى هنتكلم عن الانديه المصريه الاربعه اللي شاركوا في البطولات الافريقيه، ان كانت بطوله دوري ابطال افريقيا او ان كانت الكونفدراليه. فيلا بينا هنبتدي طبعا بالبطوله الاهم، بطوله دوري ابطال افريقيا اللي بيشارك فيها النادي الاهلي زعيم القاره ونادي بيراميدز اللي قدم الصراحه مباراه كبيره جدا قدام سان داونز. فيلا بينا نبتدي بزعيم القاره. كلنا شفنا طبعا ان الاهلي قد ايه الفتره دي بيعاني في مشاركاته الافريقيه ومشاركاته المحليه، واتكلمنا اكتر في الفيديو بتاع شباب بلوزداد ان الاهلي فعلا بيعاني بقاله فتره اللعيبه بتتدلع جامد جدا، وكل الناس بتقول كولر ومش كولر، بس للاسف كولر ملوش اي علاقه باللي بيحصل. الفريق بيوصل كتير جدا للمرمى، بس هو للاسف ما فيش حد عارف يخلص الفرص الكتيره اللي بتحصل دي. فلا يعني في عدم توفيق وفي دلع من اللعيبه الفتره اللي فاتت. فده اللي هيجيبنا ان الاهلي ما قدرش يحقق اي نتيجه ايجابيه غير انه تعادل على ارضه قدام شباب بلوزداد 0-0. بس الحاجه الكويسه ان هو لسه بيتصدر المجموعه في المجموعه الرابعه، ان هو معاه 5 نقط، وشباب بلوزداد بقى معاه 4 نقط، وميدياما بقى معاه 4 نقط، ويانج افريكانز بيتزايل المجموعه معاه نقطتين. والماتش الجاي بقى المفروض اللي احنا هنلاعب شباب بلوزداد في ارضها، وهيبقى ماتش صعب جدا. يعني ان شاء الله يعني نتمنى ان احنا ما نخسروش او نتعادل، يعني لو حاولنا نكسب تبقى حاجه كويسه جدا. بس يعني نتمنى الاكتر بقى ان هو ان شاء الله لو كسبنا اتحاد جده فالمباراه دي هتتاجل، فده اللي انا نتمناه ان احنا المباراه تتاجل، ان احنا نكون عدينا اتحاد جده. نروح بقى على طول لنادي بيراميدز اللي المجموعه بتاعته الصراحه مولعه نار، ويعني وشكلها شيك جدا، كل النقط زي بعض وفوز وتعادل وهزيمه كل واحد واحد واحد. فلا يعني تحس ان المجموعه منظمه قوي. فلا يعني مجموعه بقى من نار، وثلاث مباريات بنفس النتائج لكل الفرق. فلا يعني هنشوف بقى مفاجآت كبيره، والماتشات اللي جايه هتحدد مين اللي هيعرف يتأهل. يعني عندك بيراميدز الصراحه قدم مباراه كبيره جدا قدام سان داونز في بريتوريا، وعرف يلعبهم الجيم اللي هم بيكرهوه، ان انت بتقفل لهم المساحات. يعني لعب تقريبا ب6 مدافعين، وكان باتشيكو قسم المباراه صح جدا ان هو قفل لهم اول 60 دقيقه، وبعد كده اول ما نزل عبد الله السعيد ومصطفى فتحي فلا عرف ان هو يلعبهم، وعرف ان هو كمان يهددهم بفرص، وكان ممكن نشوف بيراميدز يكسب سان داونز على ارضها. فلا دي يعني قدم مباراه كبيره جدا، وقعدنا نقول في الفيديو افريقيا للكبار، وكنا بنقلل من بيراميدز بس هم هيلحقوا يفوقوا نفسهم. الواحد بيحاول يتكلم يعني كلمه حق قدام ربنا وقدامكم. فلا يعني قدموا مباراه كبيره جدا عكس مباراه نوازيبو اللي خسروها 2-0 وكانت مباراه كارثيه. يعني انت دي خسرت قدام نوازيبو 2-0 وفي ملعبهم، يعني قدام بقى سان داونز، يعني وحش من وحوش افريقيا. قدرت ان انت تلعب قدامهم صح، وقدرت تتعادل وكنت ممكن تكسب. فلا يعني مباراة كبيرة جدا من نادي بيراميدز، عرفوا يقسموا المباراة صح ولعبوها صح جدا. وكمان يعني شفنا بقى سان داونز صراحة مش هو ده الفريق اللي بيلعب الاهلي، فريق متواضع جدا كان الماتش اللي فات. يعني ما قدرش يعني يهدد مرمى بيراميدز كتير جدا. بيراميدز لعب صح وقفل بلوكات، بس هم ما شفناهمش التيكي تاكا بتاعتهم زي ما ماتشات قدام النادي الاهلي. فده يدل ان هم فعلا بيبقى يعني نفسيتهم عاليه على فرقه النادي الاهلي، نظرا طبعا للانتصارات السابقه والنتائج الكبيره اللي عملوها على النادي الاهلي. فتحس ان هم نازلين واثقين في نفسهم قدام النادي الاهلي، وده اللي بيخليهم يلعبوا كورتهم وباريحيه اكتر. وده برضو اللي بيخلي النادي الاهلي يبقى عنده دايما ضغط نفسي، بالذات في ماتشات سان داونز، ان هو بيبقى خايف من النتائج الكبيره وبيتوتر زياده عن اللزوم. فلا يعني بيراميدز الصراحه قدم مباراه كبيره جدا وعرف يخنقهم صح جوه الملعب. فلا مباراة كبيرة من نادي بيراميدز، وهننتظر بقى الماتش الجاي قدام سان داونز على ارض بيراميدز. هنشوف بقى بيراميدز هيكسب ولا هيعمل ايه، لان الصراحة يعني اي نقطة في الدور الثاني من المجموعات هتبقى صعبة جدا تحقيقها، وهتشقلب خالص من المجموعه. عندك مازيمبي هيلعب الماتش الجاي قدام نوازيبو على ارضه، يعني 90 95% هيكسبوا على ارضه، هيبقى 7 نقط. فالمباراة التانية هتحدد بقى مين اللي هيبقى قربوا يبقوا الأول والتاني. فلا يعني بيراميدز محتاج يركز، وسان داونز لو خسر المباراة الجاية بنسبة كبيرة جدا هيبقى خارج البطولة. فلا صراحة مجموعة مولعة نار، وهنشوف فيها مفاجآت كبيرة. نروح بقى للكونفدرالية، يعني اللي بيشارك فيها طبعا نادي الزمالك القطب الثاني للكرة المصرية، وبيشارك فيها كمان نادي فيوتشر، اللي برضه فيوتشر يعني مقدم نتائج كويسة جدا الصراحة، وقدر يخسر يعني بصعوبة جدا قدام اتحاد العاصمة 1-0 على أرضها. فلا برضه فيوتشر قدم مباراة كبيرة، يعني اهو بقى 6 نقط من 3 ماتشات، لا نتيجة كويسة جدا لأول مشاركاته الأفريقية. عندك اتحاد العاصمة عنده 9 نقط من 3 فوز، فده ب 90 95% خلاص ضمن وصوله للربع النهائي. فلا محتاجين نشوف بقى فيوتشر الماتش الجاي هيعمل ايه قدام اتحاد العاصمة، يعني محتاجين نتيجة إيجابية علشان يقرب المسافة ما بينه وما بينه شوية. إنما الفرقتين التانيين إن كان هلال بني غازي أو إن كان سوبر سبورت يونايتد اللي هيلعبوا بعض في الجولة الجاية،
فلا يعني الفرقتين يعني سوبر سبورت صفر من النقاط ما جاش البطوله يعني، واهلي بني غازي الفيوتشر قدر يكسبه على ارضه، هيبقى قدامه يعني مسيره شاقه جدا ان هو يقدر يفوز على سوبر سبورت وفيوتشر، وبعد كده هيلاعب اتحاد العاصمه. فلا يعني اعتقد فرصه مودرن فيوتشر كبيره جدا ان هو واتحاد العاصمه يتاهلوا مع بعض للربع النهائي. نروح بقى لنادي الزمالك اللي قدر يكسب على سجرادا 1-0. الصراحه انا كنت شايف ان الزمالك يعني قدم مباراه مش حلوه خالص، يعني لعبوا على القد جدا وفازوا يعني بشق الانفس على سجرادا. سجرادا فريق منظم وكل حاجه، بس ما كانش بالخطوره اللي ممكن يعني تخلي ان الزمالك فرق السكور يبقى واحد بس. وزيزو طبعا بقى وهدف جميل جدا منه من خارج منطقه ال 18، شوطه حلوه جدا وقدر يعني يشوطها بسرعه، لا الحارس ولا المدافعين كانوا يعني محضرين نفسهم ان في شوطه هتحصل. فلا فوز مهم لنادي الزمالك اللي بيقدم يعني مباريات كويسه جدا مع معتمد جمال. اخر 5 مباريات فايزين في 4 وتعادلوا في مباراه واحده، لسه ما خسروش ولا ماتش. فلا معتمد جمال بيقدم اوراق اعتماده مع نادي الزمالك. وشفنا اهو بقى زيزو يعني دايما نجم الشباك في نادي الزمالك، وقدر يخلص لهم ال3 نقاط بتاع المباراه. فلا يعني انا شايف ان الزمالك كان ممكن يأدي احسن من كده قدام سجرادا، وبالذات ان هو كمان بيلعب على ارضه. والاول مره من فتره بنشوف نادي الزمالك في اول 3 مباريات في دور المجموعات بيفوز فيهم هم ال3. فلا دي حاجه كويسه جدا، ويقدروا يعني ياخدوا ثقه اكتر في الفتره الجايه. فاعتقد برضو ان الزمالك زيه زي اتحاد العاصمه 90 95% بقى في ربع النهائي، والمناوشه هتبقى يعني في المركز الثاني هتبقى ما بين ابو سليم وما بين سجرادا، اللي انا شايف برضو ان ابو سليم الى حد ما احسن من سجرادا شويه. فلا يعني شفنا فرقه سوار اكاديميه سوار دي يعني برضو ما جاتش البطوله، الصفر من النقاط. فلا يعني اعتقد المركز الثاني هيبقى ما بين سجرادا وما بين ابو سليم، وده هيحددوا طبعا نتيجه المباراه اللي هم هيلعبوها. انت عندك سجرادا 3 نقط وعندك ابو سليم 6 نقط. فلا انا اعتقد يعني برجح كفه ابو سليم اكتر انها تتاهل مع الزمالك للدور الثاني. نتمنى بقى من الفرقه المصريه ان الاربعه كلهم يتاهلوا لدور الربع النهائي، ونشوف بقى ان لينا دور ولينا تواجد في الادوار الاقصائيه والنهائيه في البطولات الافريقيه. فلا عايزين بقى يعني اصعب موقف فيهم طبعا نادي بيراميدز، يعني مجموعه صراحه صعبه جدا ان انت تتوقع مين اللي هيطلع فيها، يعني 3 ماتشات اكنهم فاينل. نروح بقى لاهم حاجه انا شفتها الفتره اللي فاتت من الاخبار المتداوله كلها، يعني غرامات محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب طبعا لفرقه الكوره. وصراحه كانت جايه في وقتها، لان احنا شفنا اهو الغرامات 100,000 جنيه لكل لعيب اساسي. مش عارف بقى تتحدد ازاي الاساسي والاحتياطي، والاحتياطي كمان 50,000. وكمان اللي بنشوفها جديده بقى ان هو كمان غرم الجهاز الفني. نتمنى ان القرار ده يفوق اللعيبه شويه ويحسسهم بالمسؤوليه اكتر، ان انت داخل على ماتشات صعبه جدا بدايه ان شاء الله يعني من مباريات كاس العالم للانديه. طبعا كلنا بنتوقع ان اتحاد جده هو اللي هيعدي من اوكلاند سيتي اللي هيلعبوا النهارده. فهنشوف بقى المباراه دي هيحصل فيها ايه، ونقدر نحلل اكتر اتحاد جده في اخر فورمه ليه. اتحاد جده جايب يعني بخساره في الدوري السعودي 3-1 من فريق ضمك. الاتحاد يعني رابع او خامس الجدول في الدوري السعودي، يعني اخر 5 ماتشات في الدوري هو كسبان ماتشين بس وخسران ماتشين ومتعادل ماتش. فلا فورمه برده مش كويسه جدا من اتحاد جده. كل الفرق الصراحه جايه ما عدا طبعا مانشستر سيتي، يعني حدث ولا حرج طبعا، هو الوحيد اللي قدر يكسب اخر مباراه 2-1. انما كل الفرق جايه بنتائج سلبيه، يعني الاهلي الوحيد برده اللي متعادل، اللي هو يعني اللي تعتبر نتيجه ايجابيه شويه. بس لا يعني كل الفرق جايه بخساره، ان كان الاتحاد السعودي ولا ان كان اوروا الياباني ولا ان كان كلاب ليون المكسيكي ولا ان كان فلومينيسي كمان اللي عليه مشاكل كتيره جدا بقى الفتره ان هو مش عارف يوصل للسعوديه وعندهم مشاكل. فنتمنى طبعا النادي الاهلي يقدم مباراه كبيره زي ما هو معودنا في كاس العالم للانديه، ونشوف اللعيبه تفوق شويه بقى. اديكوا خدتوا اهو راحه من الجمعه تقريبا للجمعه. فلا يعني محتاجين بقى اللعيبه تفوق ويعني ويشدوا من نفسهم شويه اكتر من كده. فريق الاتحاد السعودي طبعا يعني بيضم يعني كوكبه من النجوم، ان كان كريم بنزيما ولا كانتي ولا فابينيو ولا رومارينيو ولا صانع الالعاب اللي هو كورنادو. لا عندهم فرقه تقيله جدا، وطبعا بقياده احمد حجازي في الدفاع، وجنبيه فليبي كمان اللي هو مصاب الفتره دي. فمش عارف هيلحق يلعب ماتش الاهلي ولا لا. وحمد الله اهو بنشوف ان هو كمان مصاب، بس بيريحوه ومش هيلاعب ماتش النهارده علشان يلحق ماتش النادي الاهلي. فلا فرقه تقيله جدا. واللي يضحكك بقى ان الاعلام السعودي بيقول لك لا الاتحاد السعودي مش هينافس في العالميه، ده خد 50% بس تدعيم. يعني حاجه صعبه جدا ان احنا نشوف كل التدعيمات دي ويقول لك لا ده خد 50% بس من التدعيم ومش هيقدر يوصل للعالميه. فلا يعني مش عارف الناس دي بتفكر ازاي. لا فريق تقيل طبعا، مع مدربه الجديد مستواهم مهزوز، بس طبعا يعني بالاسامي اللي موجوده يا جماعه الماركت فاليو بتاعه 114 مليون يورو. فيعني لا يعني طبعا فريق تقيل ويتعمل له الف حساب.
بس احنا بنعرف نلعب الفرقه دي كويس، واتمنى ان احنا نقدم مباراه فيها روح اكتر من كده، ونرجع بقى لشخصيه النادي الاهلي. هي دي الحاجه اللي هتكسبك الماتش، ان انت تعرف يعني تستغل الفرص قدامهم، وانت تعرف انهم ما يلعبوش براحتهم في نص الملعب، ولا طبعا الكره توصل لكريم بنزيما اللي من نص الفرص بيعرف يجيب الجوان، طبعا غير اللي عندنا خالص. فنتمنى كلنا ان النادي الاهلي يقدم مباراه بقى خارج الفتره اللي فاتت دي خالص، ويقدم لنا نسخه جديده من النادي الاهلي الفتره الجايه. وانا اتوقع الصراحه ان الفرقه دايما بتحب تخش جوه مود كاس العالم. الميزه الوحيده اللي في مباراه اتحاد جده اللي انت مش هتلاعب فريق متكتل دفاعيا، لا انت هتلاعب فريق فاتح الملعب الى حد ما، ان هو كمان عايز يكسب. فلا يعني في المباريات دي الاهلي بيعرف يوري نفسه اكتر، ان انت ممكن انت اللي تحاول تلعب على الشق الدفاعي اكتر وتحاول تخطف هجمات. فلا يعني اتمنى ان بالذات الدور الهجومي بقى لحسين الشحات وبيرسي تاو، اللي بنهنيه طبعا ان هو فاز باحسن لعيب داخل القاره، والنادي الاهلي طبعا باحسن فريق. فلا يعني ان شاء الله خير، واتمنى ان الثلاثه بالذات دول اللي قدام يبقى عندهم سرعه ان هم يقدروا يعملوا مرتدات سريعه على نادي اتحاد جده، اللي يعني دفاعهم الى حد ما بطيء شويه، وعندهم برضو يعني التحولات بتاعتهم بطيئه شويه. هو بس الكره اول ما بتوصل للشق الهجومي بيبقى فريق مرعب الصراحه، عندهم لعيبه بتخلص من انصاف الفرص. فهو ده اللي احنا عايزين نمنعه منهم، ان احنا نعمل عليهم بلوك وستاره دفاعيه ما يقدروش يتحركوا قدامها، وتقدر تخطف ان شاء الله جون او اتنين. فندعي بقى كلنا ان شاء الله ان الاهلي يرجع لمستواه. اخر حاجه عايز اتكلم فيها بقى، نقفل بمسلسل فتوح وتجديده مع نادي الزمالك. النهارده هتشهد فيه جلسه مع احمد فتوح مع رئيس النادي حسين لبيب، واللي انا اتوقع ويعني وفي معلومات بتؤكد ان هي الجلسه دي هتشهد انفراجه في ازمه احمد فتوح مع نادي الزمالك. فلا يعني اعتقد ان هي الجلسه دي كانت المفروض تحصل من زمان، كانوا قاعدين بيقولوا لفتوح انت هنقعد معاك وعايزين نجدد ايام الانتخابات، وهو حتى قال لهم لا انا مش عايز ابقى صفقه انتخابيه وتلعبوا على دور الجماهير. طبعا هو كل اللي فتوح عاوزه، هو عايز 18 20 مليون جنيه اللي يسدد بيهم يعني مديونيات اللي هو برده مضاها على نفسه. محدش يعني اجبره ان هو يشتري فيلا ولا يشتري عربيه ب 18 مليون جنيه. فلا يعني اعتقد انها تشهد انفراجه كبيره في تجديد فتوح، واعتقد ان فتوح هيجدد للزمالك. فلو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تخبط اللايك وتعمل لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل النوتيفيكيشنز اول عشان يوصلك كل جديد. سلام.